تخيل أنه هذا اللاعب رفض منتخب النرويج في أكثر من مناسبة من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص المنتخب التونسي، ورغم التهميش من المدربين بقى مصر على تمثيل نسور قرطاج. مباراة تونس ونيجيريا في الجولة الثانية من مجموعات كأس أفريقيا، ورغم نتيجتها السلبية لنسور قرطاج فإنها شهدت مفاجأة سارة للجماهير التونسية تتمثل في اللاعب سيباستيان تونيكتي دخل في دقيقة 60 وقدم أوراق اعتماده بقوة، وفي نفس الوقت كانت إجابته على الملعب بعد سنوات من التهميش. سيباستيان تونيكتي رفض الدعوة الأولى والثانية والثالثة من المنتخب النرويجي، وكان حتى تعرض لضغوطات من الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ولكن في المقابل تم تجاهله من مدربي المنتخب التونسي. تونيكتي اختار تونس منذ سنة 2021، لكن الغريب أنه لم يشارك بقميص نسور قرطاج إلا في 62 دقيقة فقط طيلة سنوات قبل ما يدخل في مواجهة نيجيريا ويخطف الأضواء من الجميع. هذه كانت قصة سيباستيان تونيكتي الذي رفض النرويج في أكثر من مناسبة من أجل تحقيق حلمه بارتداء قميص المنتخب التونسي. تابعونا على وين في كأس أفريقيا، الجديد دائما بانتظاركم.